اليوم راح أحكي لكم قصة رحيلي من بغداد سنة 2006. طبعا بهاي السنة عشت هواية أحداث مكثفة علي عاطفيا، كلها صارت بهاي السنة. بال 2006 كنت طالبة مرحلة أولى بالجامعة التكنولوجية، كنت كلش فرحانة إنه أخيرا خلصت من السادس إعدادي ومن الضغط والتوتر مال الامتحانات، وأخيرا صرت بالكلية. فتت سنة أولى ودرست ووصلنا لامتحانات نهاية السنة وامتحنت، ووراها اجت العطلة وكنت اني طايرة من الفرح اريد اصير مرحلة ثانية حالي حال كل البنات. بهاي الفترة مال العطلة بيبيتي رادت تروح لعمان سياحة حتى تلتقي بصديقاتها ومعارفها واقاربها، فخالي ما راد يدزها وحدها، راد احد يروح وياها. فبوقتها سألني قال لي تريدين تروحين ويا بيبي؟ انا بالنسبة لي كلش احب بيبيتي وكلش متعلقة بيها، فبوقتها كان يعني بالنسبة لي اوف كورس اروح ويا بيبي، لانه همينة اني كلش انسجم وياها، وهمينة السياحة لعمان انه ليش لا، وعمان قريبة علينا واسبوعين تخلص بلمح البصر. فقلت لا اوكي، اخذت موافقة ماما وقالت لي روحي. فبوقتها حضرت جنطة وحدة وياي بيها ملابس كلش بسيطة، انه راح اروح اسبوعين ما يحتاج اخذ وياي هواي اغراض. ما كنت اعرف انه هاي الروحة مالتي البسيطة لعمان حتكون هي اخر شوفة إلي البغداد. لا كنت مهيئة نفسيا، ولا ودعت صديقاتي، ولا ودعت غرفتي وذكرياتي ولا بيتنا. طلعت بشكل جدا عادي وسريع، أخذت الجنطة وطلعت، وهاي كانت طلعتي الأخيرة من بغداد. رحنا لعمان، بقينا اسبوعين، انا وبيبيتي تونسنا، قعدنا بشقة، التقيت بأقاربها وصديقاتها، وصار وقت انه نرجع. بهاي الفترة كانت الظروف الأمنية لبغداد تصير يوم عن يوم أسوأ وأسوأ، بحيث خالي كان خايف علينا إنه نرجع. فبوقتها اقترح على بيبيتي إنه نروح لمصر. فأنا بوقتها يعني من بيبيتي قالت لي قلت أوكي، يعني ما يخالف إذا فترة قصيرة ونرجع، يعني أوكي أجي وياك لمصر. سافرنا من عمان إلى مصر، أوضاع البلد قامت تصير أسوأ وأسوأ، لدرجة إنه أمي فكرت بعد خلاص هي هم راح تجي ورانا، وخالي قال إنه إحنا العائلة راح نطلع واحد ورا واحد وخلص نترك بغداد، لأنه الوضع الأمني ما يسمح إنه نرجع. وبوقتها أني يعني صار عندي صدمة، شنو ما نرجع؟ يعني أني ورايا كلية، لازم أدرس، لازم أتخرج، لازم أخذ شهادة، شنو يعني؟ أني ما مهيئة لهيك قرار صادم. بقيت فترة مصدومة وما مستوعبة الخبر. أتذكر أمي بوقتها اتصلت بي، قالت لي أنا راح أجي، شنو تريدين أجيب ليش من غراضك؟ بكل الأحوال هي ما كانت تقدر تجيب هواي أشياء، لأن الوزن عندها محدد، لا تقدر تجيب ملابسي ولا أحذيتي ولا إكسسواراتي. بس أتذكر كل اللي قلت لها إياه أريد تجيبيه وياك هو ألبوم الصور مالتي، لأنه هذا الشيء الوحيد اللي ما يتعوض. وطبعا أمي ما قصرت، جابت لي ألبوم صوري كله مال الجامعة ومال المدرسة وذكريات طفولة كله جابتها وياها. وبديت مرحلة الاكتئاب اللي دخلت بيها بمصر لمدة سنتين كاملة. كانت في حالة صدمة، بالرغم من انه سكننا بمنطقة تجنن بمصر، كان اسمها مدينة الرحاب، وتعرفنا على ناس خيرين، وقضينا هواية ايام حلوة، والوضع الاجتماعي كلش حلو ومستقر، واهلي مرتاحين نفسيا انهم مأمنين علينا. بس اني كنت محطمة، لانه تركت دراستي على النص، ولانه كنت احب شخص، وهذا الشخص بقى بالعراق، يعني ياسر كنت اشوفه بس بالكليه. فما كنت مستوعب انه اني خلص راح ابقى عايشه هنا، لا راح ارجع اكمل دراستي ولا راح اشوف ياسر. لمده سنتين بمصر اني مكتئبه، بس اجامل الناس من برا لبرا، ما اقدر ابين. بس كنت اكثر الايام من انام اني ابكي منهاره، لانه بعيدا عن حتى الدراسه اللي ما كملتها، كنت خايفه انه علاقتي بياسر تفشل، لان هو في بلد واني في بلد. وبعد هاي السنتين صار تغير كبير بحياتي. هنا احتاج اسوي لكم قصة جزء ثاني، احكي لكم شنو صار ورا هاي السنتين او السنتين ونص، يراد لها قاعدة ثانية. فهذا كان الجزء الاول، حبيت احكي لكم بيه شلون طلعت من العراق، وليش اني اتأثر كلش من اتذكر، لانه بالدرجة الاولى ما كنت مهيئة نفسيا انه تركت البلد بدون ما اودعه، ولا اودع صديقاتي ولا جامعتي. فاذا حابين تسمعون الجزء الثاني كتبولي.